السلام عليكم. كل اللي بيشتغلوا في التسويق كدابين، كلهم نصابين. قبل ما اقول لك ليه، تعال اعرفك بنفسي. انا محمود عبد الجواد، شريك مؤسس في ABM5. احنا شركه سعوديه بتساعد شركات البي تو بي ان هي تحقق نمو في مبيعاتها باستخدام عمليات الاتمته والتسويق الفعال في القنوات المناسبه للبي تو بي لو عندهم استعداد يصرفوا اكتر من $2500 شهريا. بخصوص الجمله اللي قلتها ان كل مديرين التسويق او كل اللي بيشتغلوا في التسويق كدابين ونصابين زي ما بيتقال عليهم، وان انا اقتبست الجمله دي من كتاب مشهور لسيث جودن All Marketers Are Liars. في الطبيعي لما بيحصل عمليه اتفاق ما بين طرفين، مقدم خدمه تسويق وعميل او اونر لشركه، اللي بيحصل بالظبط ان الاونر بيبقى كل همه في التاريخ يروح للشركه مقدمه الخدمه او مدير التسويق او whatever ويقول له بكام ياخد افضل سعر. تمام؟ طبعا مش الكل بيعمل كده، بس جزء كبير بيعمل كده، وبيختار المناسب ليه، وبيخلي الشركه اللي هي الطرف الثاني دي تعمل اللي هي اوريدي مشهوره بيه وبتعمله، ويشوف هيحقق معاه نتيجه ولا لا، من باب هو داخل ايه، انا بجرب. والغلط هنا فين؟ الغلط ان المفروض العلاقه دي ما تمشيش بالشكل ده. لا، العلاقه المفروض تمشي بان انا اغذي الطرف الثاني ده بمعلومات كافيه عن البيزنس بتاعي وعن تجاربي وعن الكيس ستاديز وعن ايه بيجيب نتيجه حتى ما كانتش نتيجه كبيره، وايه مش بيجيب نتيجه، وما اخدش اللي هو بيقدمه زي ما هو. لا، ده انا اطلب منه تحليل للسيتويشن بتاعي او الموقف او الحاله بتاعتي من وجهه نظره. بناء على التحليل ده يحط لي خطه فيها مراحل تطوير معينه، وكل مرحله ايه المتوقع منها وهو هيشارك بايه فيها. المفروض الحد ده حد خبير، فالمفروض الخطه دي تتضمن الحاجات اللي هو هيشارك بيها، وحاجات انا المفروض اشارك بيها، وحاجات ممكن نحتاج طرف ثالث وطرف رابع يقدموها عشان الخطه بالكامل تنجح. فعليا اللي بيحصل غير كده تماما. انا باخد اللي هم بيقدموه زي ما هو، فهو تلاقيه بيعمل ايه، بيروح يبيع لك حاجه قريبه لباقه او بندل او بلان ثابته عنده بدون ما يحلل الوضع عنده. هو باع لك حاجه من منظوره جابت نتيجه مع عميل تاني، بس ده مش معناه ان هي هتجيب معاك نتيجه، وبالتالي لما بتيجوا تطبقه بنسبه كبيره للاسف مش بيحقق اللي وعدك بيه. فانت من منظورك بتحط الغلط عند مين؟ عليه. ليه؟ عشان هو كذاب ونصاب، هو وعدك بحاجه وما حققهاش وخد فلوسه وانت اللي خسرت. الغلط هنا مش ان هو كذاب ولا نصاب، الغلط عليكم انتوا الاثنين. انتوا الاثنين ما عملتوش الواجب بتاعكم او الهوم ورك. فبالتالي التسويق عشان يتم محتاج تديله كل الاكسس الممكن اللي يساعده يفهم الوضع عامل ازاي والهيستوري بتاع البراند وتجاربه عامله ازاي. لان وقت كبير جدا انت كل اللي محتاجه في التسويق كبراند اونر انك تلاقي المنتج ده بيبيع بالسعر ده مع الجمهور ده بشكل البيع او العرض ده ولا لا. ممكن دي المرحله اللي انت محتاج تتاكد منها، فمش محتاج تبيع، انت محتاج تفاليديت. فمش كل الماركترز نصابين ولا كدابين، ولكن انت اللي بتخليهم يكذبوا عليك وينصبوا عليك كبراند اونر. دورك تبقى فاهم كويس يعني ايه ماركتنج، فتعرف تستغل الطرف الثاني بشكل صحيح. سلام عليكم.